وفي 3 دوافع بيدفعوا الست ان هي تكون اجتماعيه كده. اول هدف عندنا اثبات الذات. عايزه تكون ليها شخصيه، عايزه تبان، عايزه تظهر، عايزه تحط نفسها دايما في وضع منافسه، عايزه تبقى احسن من فلان، عايزه مثلا تبقى احسن من سلفتها مثلا، عايزه تكسب رضا حماتها، عايزه تبقى هي الاضواء كلها عليها. والنوع ده من السيدات هو مكلف وبيمثل عبء على الزوج كويس، وبيعمل مشاكل احيانا. وهي مش هتوقف السلوك دوت الا لما تشبع ذاتها وتشبع رغبتها في ان هي تثبت ذاتها وتثبت وجودها. الدافع الثاني بقى الشخصيه اللي هي بتمثل العادات والتقاليد بتاعت المجتمع، اللي هو انا اتربيت على ان انا اود فلان، اجامل فلان، هو عزمني ارد له العزومه، هو جاملني انا اجامله، هو جالي الفرح انا اروح له الفرح، هو جالي العزا انا اجي له العزا، ما جاليش ما جالهوش، اللي هو ماشي على خط يا ابيض يا اسود. كويس. وده بناء على العادات والقيم واللي هو اتربى عليها وكبر عليها، الموروثات. وده شخص يعتبر ايه بنقول عليه لحد ما مثالي شويه. النوع الثالث بقى هو اللي عامل لنا مشكله. النوع دوت اللي هو بيهرب. كويس. بيهرب بقى من مشاكل نفسيه عنده، من ضغوط بيمر بيها، من ازمه بتحصل له في حياته. ممكن مثلا واحده زوجها يكون عنيف، بيضربها، بيهينها، مش حاسه بالحب والاهتمام معاه، فطبعا هي بتمر بمراحل. عندك مثلا مرحله الاكتئاب اللي بتمر بيها، بتلاقي ما فيش فايده منها برضو، فبتبتدي ان هي تتقوقع تاني حوالين ذاتها وتحاول ان هي تخرج بقى للمجتمع بشكل تاني خالص، تخرج اللي جواها ده عن طريق ان هي تبقى عندها صداقات كتير، تخرج وتسهر وتكلم صحابها وليل نهار ماسكه التليفون وعزومات وسهر وحفلات، بتهرب من الواقع اللي هي فيه. هروب. بتدور على الحب والاحتواء والاهتمام بره. زوج مثلا مكسر مقاديف زوجته وهادم شخصيتها وكاسر صورتها الذاتيه، فتحاول ان هي تظهر قدام صحابها ان هي شخصيه، تفرض سيطرتهم عليها، تبقى مرحه ودمها خفيف عشان كلهم يحبوها ويحبوا قعدتها. تمام. فده حيله من حيل النفسيه اللي بتستخدمها المراه من ضمن مدرسه علم النفس اللي هي تحليل النفس، اسمها حيله التعويض او الابدال.